بقول لكم ايه، ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ولايك كومنت عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده الجامده زوحنيه. واحب اشكر الماجيك السادات الخنزير صاحب نسخه النهارده. بتقول يا عمنا؟ لا ولا حاجه يا اسطى، انا كنت بس بقدمك للناس، انت اخويا وصاحبه حبيبي يعني. ماشي طيب سلام. ابو تقل دم امك. ما علينا، حط لايك بقى كده وظبط لي الدنيا واتفرج بقى على شويه التعليقات اللي هتطلع دول. احب اشكر الناس دي من اعماق قلبي. تعليق ده في قلبي اوي. الف شكر يا هندسه وربنا جدع، انت فردتي. انت بقى حبيبي اخويا اللي ما جبتوش امي، وانت بقى اديك بالجزمه اقسم بالله. اهلا مرحبا بكم في فيديو جديد جامد زعلان. لو انت اول مره تشوفني بقى ما تنساش تشترك لي في القناه وتفعل زر الجرس ولايك كومنت وقدر بقى يا عم امك الحنجره دي. يا عم بص بقى، اعمل حاجه جايب لك النهارده نسخه مكان المتجر، لكن لك ان تتخيل عزيزي المشاهد كميه العظمه والاثاره والتشويق، تحس ان انا بتكلم كده على في فيلم اكشن سباق عربيات. ما تعرفش بقى تيمون وبومبا ايه اللي انا بقوله ده. ما علينا يعني، لايك كومنت شير كده ويلا انترو على الفيديو بتاعنا. بص بقى يا باشا كده في البدايه، دي شكل الايقونه، هي مش الايقونه اللي هي بتاعت المتجر يعني، بس طبعا عشان السيم اللي انا عامله فهو طالع بالشكل كده يعني، فاهم؟ فالمهم يعني النسخه بتاعتنا يعني بتاعت النهارده دي مكان المتجر، نسخه مكان المتجر. نخش بقى على نسخه خد رايق سبح رايق مع، ونقول لك بقى نسخه مين بقى؟ ها، نسخه حد اسمه ماجيك السادات، اللي بقى ده ابن عم الرئيس انور السادات او اجمل السادات. اي حد من عيله السادات اقول لك والله أنا اكيد لا يعني، بس هو الشهره انور السادات، او مش عارف ممكن يكون منهم بصحيح وانا اتخذ على مخرت. المهم يعني الراجل جامد زحليقه بمعنى الكلمه يعني، ويا ريت لو شاف الفيديو ده ما يحبسناش. المهم يعني عندك بقى طبعا بقى، بص اللي عاجبني قوي الحته اللي انا مش عارف اقراها اصلا دي، اللي هي يعني الرومات والشتات والحاجات دي، بس انا مش عارف هو عاملهم هيلوغريفي كده، بس بقى جامد جامد جدا يعني. خلينا في البدايه كده نخش نشوف شكل الشات، وليكن نجيب الشات ده. يا ولد يا ولد، بص بقى مش حرمك من حاجة، جميع الشخصيات الانمي في نسخة واحدة. يا ولد يا ولد، سلام يا سلام، ايه الجمال ده، العظمة دي، ماشي. شكرا اتفضل. نرجع بقى يا باشا كده، طب نخش تاني، نرجع تاني ايه، احنا هنهزر، نخش تاني هي اي شغلانه. طبعا النسخه يا باشا للاسف الشديد ما فيهاش فيروس في الشات ولا فيها تذكر، بس جربها في الضغط، لان كل ما النسخه بقى فيها مميزات اكتر كل ما بقى فيها برضه يعني تديك ميزه وتديك عيب برضه، فاهم؟ فهي لو شالت منك مميزات شالت منك عيوب مثلا بتديك مميزات، شالت منك مميزات بتديك عيوب. لو فاهم حاجه قولها لنا في الكومنتات، ما انتش فاهم حاجه برضه قولها لنا في الكومنتات يعني. صباح الفل. نرجع بقى يا باشا كده ونخش على اول 3 نقط دول كده. خش العظمه هنا، وبعد كده خش على واجهه البرايفسي اللي استغفر الله العظيم يا رب والعياذ بالله، جامده جدا والله، حته بص عظمه. خش بقى على خصوصيه بلس. بعد ما نخش على خصوصيه بلس لك ان تخالق في اخر ظهور تعطيل علامه الريبلاي خصوصيه الكل ومش عارف ايه، اخفي انك شفت الستوري، ما لا يحس الستوري ما لا يحس مسجات العرض اكثر من مره، وحاجات جامده زحليقه بمعنى الكلمه. عامل حاجه بص بقى لازم افعلك مرارتك كده في يعني في اول الفيديو كده. النسخه بتاعتنا بباسورد، فانت تابع معايا الفيديو عشان اقول لك الباسورد ده هو يعني كل من 4 ارقام، اقول لهم رقمين في رقمين، فانت تابع معايا. وقبل ما تتابع معايا خد لك يلا اول رقمين من الباسورد، قوم يلا عشان يلا اهي ان شاء الله معايا حد حوش يا اخي. اول رقمين من الباسورد 11 اللي هو 1 يعني. حلو ونخش بقى على الباسورد. طبعا بقى اهم حاجه تقفل النسخه الباسورد عشان ما تاخدش على مخرتك. تقول لي ليه؟ اقول لك والله من قايلها، ارجع شوف الفيديوهات اللي فاتت وانت هتعرف انا قلتها ولا ما قلتهاش. طبعا نيجي بقى على خصوصيه الكول والاستيد. بعد ما نخش على خصوصيه الكول والاستيد تلاقي حاجات كده انا مقطعه بالثلاثه ما اعرف اقراها، بس انا هحاول اترجم لك يعني. يا راجل ده اللي هو جهات اتصالك كلها، ده جهات اتصالك ما عدا ده جهات اتصالك فقط، ده ولا واحد من جهات اتصالك، ده بتشارك لواحد يعني واحد معين بس هو اللي يشوف الاستيت من جهات اتصالك، والمكالمات كمثل يعني. صباح الفل. نرجع بقى يا باشا كده ونخش على خصوصية الميديا. بعد ما نخش على خصوصية الميديا يا باشا تلاقي ابعت الصورة بالجودة الأصلية، وبعد كده ابعت الفيديو بالجودة الأصلية، وبعد كده ابعت أكتر من 30 ثانية اللي هو الفيديو يعني، يا راجل، وبعد كده ابعت ملف اكبر من 30 ثانيه. بس طبعا كل لو فعلت ده كله يعني ان شاء الله النت عندك قول عليه يا رحمن يا رحيم.
تقول على النت، ما تقولش عليا انا عشان انا ماليش دعوه. انا بقول لك اهو. حلو قوي. اضافات عظمه يا باشا. بعد كده لما تخش على اضافات عظمه تلاقي افكتات الوجه. افكتات الوجه كل دي شويه افكت. خد التاني مثلا، دي افكتات السطور، خد التاني برضو يا عم الحاج. افكتات البروفايل خد برضو التاني. تقول لي انت ايه يعني تاني مزاجي يا عم، مزاج كل واحد ومزاجه بقى. لا ايه الباك جراوند؟ لازم تقول باك جراوند. الباك جراوند اللي هي الخلفيه بتاعت النسخه من بره، فانت لو عايز تغيرها تخليها بقى لصوره معينه، تختار من هنا وده بتظبط الدنيا، يعني عملها سهله جدا. وعندك هنا بقى باشا تنشيط علامه التبويت وتزويد عدد الاستوريات، واللي هو انت يعني تعمل ستوري فيك وكده، يعني يبقى شاف الستوري 10 يبان لك 1000 اللي هو صباح الفل. هنا اختار العدد من هنا، اللي هو انت يعني لو عايز تشوف الستوري هتزوده قد ايه. وليكن بقى انا عشان انا عالي جامد زعلاه، انا 0.10 تاني انا اخليه واقول لك يا عم الحاجه 2 مليون. يلا ان شاء الله 3 وادي كمان 3 يلا عشان يبقوا 2 مليون وكذا. يا شيخ فصل الرومات عن الشاتات، تمام. تفعل دي لازم تفعلها. وازاله الثواني من المسجات لو انت مش عايز بقى الفيديو يعني سوري فيديو ايه اللي انا بقوله ده. لو انت مش عايز الرساله تظهر معاك بالوقت والتاريخ والثواني، يعني تظهر بالوقت والتاريخ بس، فعل ده. عايز تظهر بالوقت والتاريخ والثواني سيبه زي ما هو. عرض اسمك في الواجهه، طبعا لو عملتها بقى ماجيك السادات هيديك انت ركز في الاسم السادات هينفخك يعني. بس انا اعملها بقى يلا مش مشكله اضحي انا. وعرض البايو بتاعك في الواجهه برضه طبعا نعرض البايو بتاعنا. وهنا اخفاء اخفاء زر الحاله سوري يعني اخفاء زر تنزيل الحاله. وهنا ثبت شتات براحتك، يعني انت هتفعل ده وتثبت بقى اكتر من 500 شات عم الحاج اصبح الفل كده. وهنا تعطيل الشتات المخفيه واخفاء ايقونه وضع الطيران. اخفاء الشتات المرشفه، اعاده تحويل لاكتر من 250 شخص. يا دي يخرب بيت العظمه والجمدان يخرب بيتك انت شخصيا ويخرب بيت انا كمان ويخرب بيت اللي مش هحط لايك بقى يا عم. طالما قول السؤال تاني. نيجي بقى يا عم الحاج الاضافات تانية. نخش على اضافات تانية دي بقى تلاقي عكس الرسائل، لو انت بقى عشان تقفل الروم وتحظر الارقام وتخلي الدنيا خراب. وهنا صورتك انت وصاحبك تفعل ده كله كده وتكبر دي وتخليها الاخيره، لو انت تظهر صورتك في الشات في الكل بقى. وهنا تعطيل الريكات، يعني انت لو فعلت ده الريكات هتتعطل. وهنا اختيار الريكات، هي اختيار شكل الريك، يعني اللي هو انت يعني الرياكتات اللي هو انت يعني كده يعني حاجات ملناش دعوه بيها. وهنا السيرش المسجات لو انت عايز تخفيه او تظهره انت حر بقى يا عم الحاج. عندك هنا بقى بالوان الشات، يعني انت لو عايز تغير الوان الشات بتغير هنا لون فقاعه الاستيكر، نص الفقاعه الشمال، نص الفقاعه اليمين. وانت بص بقى يا باشا بتغير اي حاجه في النسخه اللي يعجبك انت. طبعا بقى كلين كاش انا ما اعرفش كلين كاش دي اللي هي نظف يعني ما بقى كده اهو. ونسخ واستعاده. طبعا بقى النسخ والاستعاده احنا عارفينها مش هنقول فيها، وكلين كاش برده مش هنقول فيها يعني. بص اهم حاجه تنظف شرشوبه بقى وشويه صابون كده مش النسخه خليك تشوف وترفع عم الحاج. ولو انت وصلت معايا لحد هنا طبعا خد لك اخر رقمين من الباسورد 1 وليه انت عارف خنزير اقول لك معلش، بس انت بقى لازم تتابع معايا الفيديو عشان تعرف زراير الفيروس اللي احنا هنخش عليها دي بتتكلم عن ايه. خش بقى على زراير الفيروس يا باشا. هتلاقي هنا اول حاجه مسح صور وفيديوهات النسخه بس هتنضف تمام. وهنا اضرب كونكت 41. وهنا ادمن فيك وازاله الكل من الروم اللي هي بتطير الرومات اهي. واستلم اي كونكت وارمي كونكتات تلقائي وتغيير اي نص باسمك، هتخلي اي نص باسمك انت يعني ماشي. وهنا ريب مفتوح. وهنا تزويد اداء النسخه. وهنا حل كل مشاكل النسخه وما تهنكش بنسبه 95%. وهنا داله الاشتراكات كلها اللي اصبح الفل كده ولا اشتراكات ولا خير احنا فاضيين. واستلم المسجات كلها في شات واحد. وعندك هنا ما تهنكش بنسبة 75. وهنا ما تهنكش ما تاخدش كراش من فيروس البوت. وهنا ما تهنكش فيروس الصور الانمي فعله عشان ما تهنكش PDF. وهنا الغاء العلامات المخفية. وهنا تنظيف الشتات. صباح الفل يابا الحاج تنظيف الشتات بقى وصباح الفل صبح. نرجع بقى يا باشا كده ونخش على اضافات زيادة اللي هو مليانة النسخة كلها اضافات يا جدع. عرض الستوري حوالين صورة البروفايل، يعني انت لو يعني كل واحد الستوري بتاعه يعني ده حركة بقى لأول مرة. طبعا الصوره بتاعتك بتبقى هنا، لو انت حاطط ستوري بيبان لك ان في حاطط ستوري بيبقى حوالين الصوره بتاعت البروفايل فاهم. وهنا بحث عن شركات اللي هو بقى انت ابحث عن شركات قريبه منك. ما تسالنيش ازاي ولا تسالني انا كمان، انت ما تسالوش ولا تسالني انا كمان، يعني هو مش عارف انا اللي هعرف انت كمان لا.
ازاله الاونلاين من الشات، طبعا تسيبها عشان انت لو زلت الاونلاين من الشات معناها كده اهو. ستوري زي الانستا، لو انت عايز تفعل بقى ستوري زي الانستا، طبعا دي لاول مره في نسخه مكان المتجر ببرايفسي الاجانب ده، فانت طبعا مش هتلاقيها خالص غير في النسخه دي. نرجع بقى يا باشا كده وتلاقي عندك كل اللي انت عايز تعرفه بقى عن ماجيك السادات، طبعا فيرجن 1 وفيرجن 2 ولينك شات ولينك قناه والحاجات دي كلها. تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ولايك كومنت وما تسيبلوش اي حاجه لما تعمل. وطبعا ما تنساناش برضه لايك كومنت كده وبس كده، يعني كان فيديو النهارده بس. تشترك لنا في القناه وتفعل زر الجرس ولايك كومنت، واقسم بالله ما زور راح قدر بقى التعب ده. سلام.